نبدأ النهاردة بقى نتكلم في أول خطوة معانا، ألا وهي إزاي أبدأ أشتغل أو إزاي أبدأ أتحرك في الموقع. أول خطوة وأهم خطوة عندي عشان خاطر أبدأ أشتغل أو أبدأ أمسك موقع. هي أول خطوة أو أول لحظة بتعرف فيها على العميل، هي لحظة المعاينة، إن أنا أروح أعمل معاينة للموقع. وقت المعاينة ده أو لحظة المعاينة هي بالنسبة لي أهم خطوة أو أصعب خطوة ممكن إن الواحد يخطوها عشان يشتغل أو عشان ياخد موقع. ليه هي أهم خطوة وليه هي أصعب خطوة؟ أهم خطوة وأصعب خطوة عشان دي اللحظة اللي أنا بتعرف فيها على العميل. إحنا اتفقنا إن إحنا بنتكلم دلوقتي مع ناس لسه متخرجة، لسه بتنزل سوق العمل، هي أصلا العميل مش عارفها، يعني لسه ما بنتش اسم في السوق، ما تعرفتش في السوق. ما العميل انا مش عارفك، هل انت فعلا عندك خبرة وعندك معلومة ان انت تقدر تمسك الموقع ده، وان انا اقدر اديك فلوس واستأمنك على فلوس وتبدأ تصرف في الفلوس وتطلع لي النتيجة اللي انا عايزها. فدي بتبقى مقياس للعميل، يعني المعاينة اللي انت بتعملها بتبقى مقياس للعميل عن مدى خبرتك ومدى المعلومات اللي عندك وان انت فعلا هتقدر تلبي احتياجاتي ولا مش هتقدر تلبي احتياجاتي. ولازم هنا او في الجزئيه دي او في المجال بتاعنا بالاخص لازم حاجه مهمه جدا لازم الناس تبدا تتبعها بمجرد ما تنزل سوق العمل، ان انا لازم اطلع شخصيتي واطلع اللي انا بحبه واللي انا ما بحبهوش على جنب. يعني انا مثلا مش بحب اللون الجراي، فمش عايز افرض على الناس كلها ان انت ما تعملش جراي، الجراي ده لون وحش. انا مثلا مش بحب البوتاجاز البيلت ان، فانا مش كل عميل هروح له اقول له لا ما تعملش بوتاجاز بيلت ان. لا، انا بتعامل مع الخامات او بتعامل مع العميل على حسب ذوقه وعلى حسب احتياجاته، فيما لا يضر جودة العمل. يعني العميل محتاج الحاجة الفلانية، أنا بالنسبة لي أي حاجة بتقابلني بتكلم فيها بناء عن حاجتين، يعني شقين. تمام. الشقين دول هما إيه؟ الحاجة دي مميزاتها إيه وعيوبها إيه. فلما يجي مثلا عميل يتكلم معايا في البوتاجاز البلت إن، أبدأ أشرح له مميزاته وعيوبه. إيه الفرق ما بينه وبين البوتاجاز العادي؟ والله ده مميزاته 1 2 3، وده مميزاته 1 2 3، ده عيوبه 1 2 3، وده عيوبه 1 2 3. وابدا اتناقش مع العميل وارشح له الافضل بناء على الوضع اللي قدامي والمساحات اللي قدامي والشغل اللي انا هشتغله. ابدا اقول له اه والله الافضل في الحاله بتاعتك دي الحاجه الفلانيه، ان احنا نشتغل بالخامه الفلانيه، او ان احنا نجيب الجهاز الفلاني، او ان احنا نوظف المساحه الفلانيه. وابدا اتناقش مع العميل. دي بالنسبه لي بتبقى افضل واحسن طريقه ممكن ان احنا نشتغل بيها. في ناس او بعض الناس بتتبع اسلوب فرض الراي، لا والله هو لازم تجيب بوتاجاز بلتين، هو لازم نجيب سخان كهرباء فوري، هو لازم نعمل الحاجه الفلانيه. هو ممكن لازم عند بعض الناس، ممكن ناس تانية مش لازم عندها. في ناس تقدر تكلف على ده، في ناس تانية ما تقدرش تكلف. في الاول وفي الاخر انا بادي خدمه للعميل، مش بفرض رايي عليه. انا بفرض رايي عليه او ان انا ببدا اتحكم او اتمسك بقراري لما بلاقي الموضوع رايح بيا في حته ان انا العميل عايز خامه مثلا، الخامه دي هتضر. بمثال مثلا عايز يشتغل بنوع سلك معين، نوع السلك ده انا مش شايفه معتمد ومش شايفه مناسب، فهبدا اقول له لا والله نوع السلك ده مش مناسب وانا مش هينفع اشتغل بيه. انا اقل نوع مثلا او افضل نوع ممكن اشتغل بيه النوع الفلاني مثلا، وممكن في الفلاني ده اقل منه سعر، الفلاني ده اقل منه سعر. دي الانواع اللي انا ممكن اشتغل بيها. لكن النوع الفلاني ده والله لا، ده صعب مش هقدر ان اشتغل بيه، ان ده هيضر بجوده العمل. عايز نوع مواسير معين، فهبدا برضه اتكلم معاه في الجزئيه دي. عايز يعمل مثلا محاره بكيفيه معينه، لا والله دي المحاره دي بند مهم وتفاصيله 1 2 3 4، وابدا اشرح له. فانا مش هتساير مع العميل في حاجات تخص الكواليتي او تخص جوده العمل، لكن انا ممكن اتكلم معاه الحاجات اللي تخص الشكل الجمالي، المود اللي هو عايزه، درجات الالوان اللي هو حاببها، الاجهزه اللي هو حابب يستخدمها في بيته، ايه اللي انا شايفه افضل في الحاجات دي، ايه اللي انا شايفه احسن في الحاجات دي. هو والله عنده حاجات قديمه اقدر اوظفها، مفيش مانع ان انا اخدها واوظفها وهكذا. فاول حاجه او اول خطوه مهمه عندي في سوق العمل ان انا ازاي ابدا اعمل معاينه، ايه الحاجات اللي مطلوبه مني عشان
ابدا اعمل معاينه. فاول نقطه عندي مهمه ان انا اتخلى تماما عن اسلوب فرض الراي. لا، لازم يبقى عندي سعه صدر، لازم يبقى عندي طريقه في التشاور، لازم يبقى عندي طريقه في التحاور، لازم يبقى عندي طولة بال ان انا استوعب الناس اللي معايا او الناس اللي انا بتعامل معاها. العقول مش واحده، والافكار مش واحده، والدماغ مش واحده. في الاول في الاخر انت بتأدي خدمه لعامه الشعب، بتأدي خدمه للناس كلها. وارد ان انا اتعامل مع واحد خلقه ضيق، وارد ان انا اتعامل مع واحد ما عندوش صبر، وارد ان انا اتعامل مع واحد ما عندوش وقت، وارد ان انا اتعامل مع واحد اراءه مختلفه، مش مستقر على حاجه معينه، كل شويه حابب ان هو يغير، او مش مستقر بالظبط هو حابب يعمل ايه. انا بقدم خدمه للناس دي كلها، هتعامل مع ده وهتعامل مع ده وهتعامل مع ده وهتعامل مع ده. الناس دي كلها انا هتعامل معاها، وطالما انا ارتضيت ان انا اتعامل مع الناس دي كلها، يبقى انا الشخص اللي لازم اوضب نفسي واوضب اموري واكيف اموري على استيعاب الناس دي والمعامله معاهم، عشان اقدر البي لهم الخدمه بتاعتهم. العميل ده جايبني في وظيفه معينه بيديني فلوس عشان اريحه، مش عشان اتعبه، عشان اتشكل معاه، عشان افرض رايي عليه. لا، لما يبقى في غلط اتكلم مع العميل واقول له والله ده غلط، مش غلط وخلاص، انا مش هعمل لك ده وخلاص، لا ده مش هينفع وخلاص، مفيش حاجه اسمها وخلاص، في حاجه اسمها مميزات وعيوب. لما اجي اتكلم مع العميل عايز مثلا ارفض حاجه معينه، لازم اشرح له انا هرفضها ليه. والله دي على فكره هتعمل 1 2 3 4 5، لو انا اشتغلت بيها الخامه دي في المكان الفلاني، الخامه دي في المكان الفلاني مش هتبقى مناسبه عشان العوامل الجويه، عشان كذا عشان كذا، اللي هو الحاجه اللي انا دارسها والحاجه اللي انا عارفها، هبدا اشرحها واوضحها للعميل. ان العميل اكيد مش شغله، مش مجال عمله، والا لو كان مجال عمله ما كانش هيجيبني. وعلى فكره في عميل بيبقى مجال عمله وبيجيبني برضه، يعني انا مثلا بحكم شغلي بشتغل مع مهندسين وبشتغل مع استشاريين، بس مثلا مقيمين خارج البلاد مش موجودين في مصر، وعنده بيت مثلا في مصر عايز يشطبه، فبيبدا يجيب حد، يعتمد على حد زميل ان هو يشطب له. فهو عنده المعلومه وعنده الكيفيه وعنده الخلفيه عن كل حاجه بتحصل، وعارف كل حاجه. وان انت لما بتتناقش معاه الموضوع بيبقى سهل وبيبقى لطيف برضو، وكل حاجه، وبنبدا ان احنا نتبادل خبرات مع بعض. فمش شرط على فكره ان العميل يبقى خارج المجال، لا، في عملاء هتقابلك من داخل المجال بس ظروفها مش سامحه ان هي تشطب البيت بتاعها، فبيبدا ان هو يعتمد عليك كشخص ويديك الثقه ان انت تمسك المهمه دي. فاللي عايزين نطلع منه في النقطه دي، ان احنا اول حاجه نعملها عشان نبدا ننجح في الكارير ده، ان احنا نتخلى عن الشخصيه الاساسيه بتاعه البني ادم ذات نفسه، ونبدا نتوجه ان احنا ندرس شخصيه العميل، نبدا ندرس احتياج العميل، هو محتاج ايه. اللي هو محتاجه ده بقى انا كشخص بحبه او ما بحبهوش، ده انا ممكن اطبقه وانا بعمل بيتي، وانا بعمل الحاجه الخاصه بيا، ممكن اطبق الجزئيه دي. لكن طالما انا بخدم شريحه معينه من الشعب او بخدم شخص معين، فانا بالتالي لازم اكيف معلوماتي واكيف خبراتي واكيف كل حاجه انا اعرفها عشان تخدم الموقع ده وعشان تخدم العميل ده بالطريقه اللي هو عايزها وبالكيفيه اللي هو عايزها. وبكرر تاني، فيما لا يتعارض مع جوده العمل. فببدا اول خطوه باخدها، ببدا اطلع اعمل معاينه. طيب طلعت الموقع وقابلت العميل وسلمت عليه ورحبت بيه وتعرفت بيه، ببدا اول حاجه اخد جوله في الموقع عشان اشوف التفاصيل اللي في الموقع، وابدا اتعامل معاها وابدا اشتغل عليها. فبالنسبه لي تاني خطوه باخدها ان انا اتعرف على الموقع اللي انا رايح اعمل معاينه عشانه. طيب التعرف على الموقع ده بيبدا منين؟ هل بيبدا من الموقع ذات نفسه وانا في الموقع، ولا لا؟ ده ان شاء الله هقول لكم عليه المره الجايه.